لحضراتكم في مقدمة الحلقة النهاردة إن لقائنا معاكم على الهواء مباشرة لقاء تربوي، لقاء أسري هنتكلم من خلاله عن موضوع مهم جدا، اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية وأهم المبادرات اللي اهتمت الدولة إن هي تعملها وتنفذها في الفترة الأخيرة، المبادرات الخاصة بالأسرة المصرية. كل دي حاجات هنطرح تساؤلات طبعا حواليها، والإجابات هتكون من ضيفتنا الكريمة اللي مشرفاني في الاستوديو، الدكتورة عفاف الكومي، دكتوراه في الإرشاد النفسي من كلية العلوم التربوية جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك معنا دكتورة عفاف. أهلا بيكي فندم. خلينا نتكلم في البداية يعني الأسرة، عشان نتكلم على الأسرة. ده موضوع مهم وكبير جدا وعايز له حلقات كتيرة زي ما كنا بنتكلم قبل بداية اللقاء، مش حلقة واحدة كمان. لكن خلينا نتكلم في البداية عن ازاي نبني أسرة سليمة. أهم الأسس ايه؟ الاختيار، يعني اختار الأول شخص مناسب، اختار حد بيعي مفهوم الأسرة، اختار أسرة بالكامل. يعني الشاب اللي أنا هتجوزه مع باباه ومع مامته مع اخواته كده كلهم، الباكج ده كله يبقى مناسب ليه. يعني بنقولها بالبلدي كده، يعني لما نروح نقعد على ترابيزة واحدة كده وناكل مع بعض، احنا الأكل ينفع ناكله مع بعض، أسلوب الحوار ينفع نتكلم مع بعض، أحس بالألفة والود ما بينهم، مش شخص واحد بس. يعني الناس فاهمة أنا بحب فلان، احنا كده نخش نتجوز احنا تمام هنعمل أسرة سعيدة. لا، هي الأسرة ليها يعني متغيرات كتير قوي بتتم جواها، أو عوامل كتير قوي عشان نبنيها، ومؤثرات كتير قوي. أهمها الأسرة، على الأقل احنا هنقول الأسرة الصغيرة. زمان كانوا بيهتموا بالعيلة، يعني بياخدوا العيلة كلها، يعني ده ابن فلان ومن عيلة فلان. والعيلة هنا مش معناها قدر مادي أو يعني مستوى اقتصادي أو اجتماعي أو كده، لكن العيلة دي معناها ناس عندها قيم، عندها تقاليد، عندها عادات، عندها فكر. بيبقى في نسق كده، لأن احنا بننقله لبعض. طالما احنا قريبين من بعض هننقل تفكيرنا لبعض. فوانا داخلة اختار الأول اختيار صح. مع كلمة الحب والحب الملتهب، الحب الملتهب من الاضطرابات، يعني من الاضطرابات اللي تسبب، يعني سوري، من المشاعر الملتهبة اللي بتسبب اضطرابات، بتسبب اضطرابات كتير جدا عند الأشخاص. لأن أول ما هنقول حب ملتهب هنقول غيرة، هنخش في الغيرة بقى هيبقى دخلنا في مشاكل كتير جدا بين الزوج والزوجة. ده يعني دي البداية، ده أول بسم الله الرحمن الرحيم جوه الجوازة يعني. فلما بيكون شخص عنده وعي عقلي، يعني قادر أفكر وقادر أحكم على تصرفاتي قبل ما أقدر أحكم، يعني أحكم على تصرفاتي مش أتحكم في تصرفاتي، لا أحكم على تصرفاتي. يعني أنا أقول اللي هو منها صواب واللي هو منها خطأ، ومقدار الخطأ والصواب جوه السلوك. يعني أنا بعمل سلوك معين أو تصرف معين، هو صح الأول ولا غلط؟ دي البداية. طيب بعد شوية قد ايه؟ طب هو غلط قد ايه؟ غلط قد ايه؟ يعني اصل الصح المطلق والخطأ المطلق هي مفاهيم غلط. ودي برضو بتعمل لنا مشكلة تانية، هو التصلب الفكري او الاعتداد بالرأي. او انا اصلا انا رأيي كده هو تمام، وهو ده رأيي وهو صح، وده بيخليني ما اسمعش وما اتعلمش. وده بنلاقيه عند الاشخاص اللي مش مثقفين. لما اجي اقعد مع حد مش مثقف، مش متعلم، مش مثقف، مش قارئ، مش دارس حتى علوم شرعيه ومش دارس علوم نفسيه، يعني نقرا يا جماعه، احنا مش دارسين وما احناش متخصصين، بس نقرا ونسمع، والمعلومات بقت موجوده. ده اليوتيوب مثلا على سبيل المثال عليه كم من الائمه، وكم من العلماء بتكلم ائمه، يعني ناس وننتقي المصدر. متخصصة. المصدر انا بسمع مين. فهي شوفي، احنا بنبدا بحته، بنبدا بمكان، بس بصي بنوصل لفين، يعني حاجه بتوصلنا لحاجه. فالاختيار الاساس هو يعني اللي بنبني عليه كل حاجه. هو زي ما بيقولوا كده، لما بنرمي اساسات لبرج، ما ينفعش نطلع ببرج مرتفع من غير ما نبني اساس قوي. فالناس اللي بتركز في الجزء ده ادنى من العلاقات الاسريه الجيده. برضو المهم جدا ما نجوزش ولادنا بدري، لانه من ضمن المشاكل الكتير الزواج المبكر. والزواج المبكر ده ليه علاقة بقى بمشاكل زي الزيادة السكانية، لانه الناس مثلا لما الناس بتتجوز 18 سنة، بيبقى تخيلي من 18 سنة سي مثلا ل 45 سنة عندها فترة انجاب، شوفي كام سنة.
فتجيب لنا فيهم كام بيبي. وده بقى مع اطفال، مع يعني مع كمان المستوى الاقتصادي القليل، بيشوفوا ان احنا لما بنخلف كتير احنا بننزلهم عمالة لينا، يعني بينزلوا يشتغلوا، فما بقاش عبء عليا. ده انا بنزل ده يشتغل في جمع الفاكهة، وده يشتغل في العمالة، يعني انا هشغلهم، فهو مكسب بالنسبة لي. فبيبقى بيعد. ونرجع نخش بقى في زيادة سكانية بتبتلع أي نمو اقتصادي، فكلنا حاسين إن هو إيه التغيير اللي بيحصل؟ ما هو ما فيش تغيير هيحصل، يعني إحنا ما ما قال فيش هيحصل تنظيم إمتى؟ في الحتة دي، وبعض الناس ثقافتها ما اتغيرتش في النظرة دي. زي ما حضرتك بتقولي الزيادة السكانية ما بتخليناش نحس بأي تقدم. لا، وهو أنا كمان إمتى ثقافتي هتتغير؟ مش لما يكون عندي كم من المعلومات. طب ده انا محدش بيغير لي ده، يعني انا ده اصلا مين قال ان ده معايا؟ ما ده في افكار كتير ضدي على فكرة. ما الناس اللي بيقولوا اراء غلط، والناس اللي بيعتدوا بقراراتهم الغلط، والناس اللي بتأذي غيرها، وفي مصطلح كده انا اسفه بس، يرموا زبالتهم النفسيه على غيرهم، وعقدهم وكلاكعهم اللي اتربوا بيهم على غيرهم، دول ما كانش عندهم اي تغيير فكري او ثقافي. الناس اللي بتأذي الناس علشان تحس هي بالقوه، والناس اللي بتجرح الناس عشان تحس انها موجوده وان هي مؤثره، ما هو ده جابه منين ده؟ ما هو ده عقل. فانا اقصد اقول من الحته دي ان عقلك مش دايما معاك، اوعى تثق في قراراتك 100%. دي بدايه الهلاك، ان انا اثق ان كل ارائي هي اراء صحيحه وسليمه ويعني انا كده، انا اللي انا بقوله ده احسن كلام في الدنيا. وفي مقوله تقول رايي صحيح يحتمل الخطا، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. مظبوط. ما تسمع غيرك شويه، يعني اديله فرصه يتكلم، واقعد ركز كده وشوف وجهه نظره. في العلاقات كمان من ضمن الحاجات المدمره في الاختيار، واحنا قاعدين احنا بنبقى مختلفين واحنا لسه بنتناقش. يعني احنا اصلا بينا كلام واختلفنا. من اهم العيوب مثلا انه في الثقافه الذكوريه، وليست في الرجولة، لأن الراجل بيحب الست قوية، ما بيحبهاش ضعيفة. الرجل القوي بيحب المرأة القوية. لكن في الثقافة الذكورية هو تصور للعلاقة من وجهة نظر شخص واحد، فبيفرضوا بقى. يعني يجي يقول لي ايه؟ يقول لي لا، ما انا مكفيها، بجيب لها اكل وشرب. تزور باباها ليه مرتين 3 في الاسبوع؟ ما هي مرة كل اسبوع. يعني خلاص هو متصور انه اذا ما وفرنا الاكل وكان فخلاص الاكل كده كويس، الدنيا. بس اهم ايوه. يعني انواع كويسه، يبقى انا كده عامل اللي عليا وزياده. طب طب ما هي يعني فين بقى مراعاه مشاعرها؟ طب هل ممكن نقعد نتناقش انا وهي؟ يعني ليه ما تتناقشوش ده يخلينا وتوصلوا؟ نسأل في حاجة يا دكتورة، فكرة الاختلاف أو كيفية الاختلاف. لأنه طبيعي طول ما احنا عايشين الناس بتختلف، اختلاف وليس خلاف. يعني اختلاف آرائنا مختلفة زي ما حضرتك بتقولي، يا تقنعني يا أقنعك في نقاش. كيفية الاختلاف، يعني لما بيجوا الطرفين يختاروا بعض في البداية يركزوا في كيفية الاختلاف. يعني لو هنختلف مع بعض هنختلف باحترام بالشياكة كده زي ما بنقول، في نقاش في حوار، ولا حد بيحاول ان هو يمشي رأيه او يغلب برأيه على الطرف الآخر. الاتنين يركزوا في الحكاية دي، يعني يشوفوا الطرف اللي قدامهم ده حتى لو كان في حب، بس لو الطرف اللي قدامهم ده قادرين يختلفوا معاه بالشياكة وباحترام ولا لا. الحتة دي مهمة. دي بقى بنجيبها من البيت، يعني انا لازم اروح اتعزم عندهم ويتعزموا عندنا، ونتواجد معاهم كده فترات كأسر. يعني ليه بقى؟ لانه هم اصلا بيبقوا مش عارفين في البيت ده يختلفوا مع بعض ازاي. يعني الزوج اللي هو اللي انا هتجوزه، باباه ومامته واخواته، هو مثلا بيتعامل مع اخته ازاي؟ في لحد دلوقتي اللي انا بقوله ده موجود في البيوت، لما يجي يختلف مع اخته بيقوم خابطها بحاجه، ما بيناقشهاش. يعني انا بسمع كده حالات بتجيلي بتقولي كده. الام بتسند الولد ان هو اي حاجه، يعني هو عمل ايه؟ ما عملش حاجه، ده حد جميل، وانت ليه بتقولي كده على اخوكي؟ وبتبدا تهدي الولد، لا يا بابا اهدى، لا ما تتضايقش. هي دي نفس الام اللي هتيجي لما يزعلك هتقول له لا يا بابا اهدى، هتقعد تطبطب عليه هو كانك انت اجرمتي في حقه. انت شوفي هم بيتعاملوا ازاي، وانت شوف هم بيتعاملوا برضو في البيت ازاي. هل البنت مدلله؟
هل البيت ما فيهوش قيم، ما فيهوش نسق قيمي؟ يعني ايه القيم اللي عندهم اللي بيتبنوها؟ يعني بيتعاملوا مع، هل في صدق، هل في امانه، هل في احترام متبادل، هل الام تقدر، هل الاب يقدر، هل البنت بتحترم اخوها الولد وبتناقشه؟ يعني طريقه المناقشه احنا دي في الاول، دي في الاختيار، احنا بنتعامل في الاسر ازاي. فالشخص العدواني في اسرته اوعي تفتكر انه هيجي يبقى لطيف معاكي. يعني انا اصلا اتعلمت ان التعبير عن انفعالاتي ان انا هخبطها بحاجه، هاجي عند حضرتك وهتحكم في انفعالات. طب هو حد دخل لي معلومه جديده؟ لا، ما حدش دخل لي معلومه جديده. نبدا بقى نخش ايه، يجي بقى حد يقول لي ايه مثلا حاجات تضحك، يقول لي انا على فكره عمري ما ضربتها. بجد؟ اقول له ايه ده بجد؟ يقول لي اه والله يا عمري. قلت له كأن دي منا يعني هو بيتفضل بيها اه يعني. اه انا عمري ما انا وديتها مثلا، خرجتها في المكان الفلاني، اكلتها هي ولادها دول ولادك، بجد اكلتها بجد فعلا. ف... فبجد انا ببقى قاعده اللي هو سبحان الخالق العظيم. يعني هو خلق الناس كده وكلنا مختلفين، بس الناس دي لازم تتعلم قبل ما تتجوز ثقافة التفاهم اصلا. فانت يا اما بقى انت انت حساسة مثلا، شخصية رقيقة، ما تروحيش تختاري شخص اجريسيف. مش بس ان هو عملي، اصل في شخص عملي فهو هيتعامل باحترام، لكن هو مشغول وعنده اعباء ومش طول النهار هيقعد يقول لك كلام حب وكده، ماشي ده جميل خالص. لكن ما اخدش شخص عدواني اصلا، شخص عصبي لدرجة انه عنده غضب ما بيعرفش يتحكم فيه، وابقى انا حد حساس ومش عايزة حد يقول لي كلمة. طب ما هو هنا العلاقة هتكون علاقة صعبة جدا. عشان كده فكرة الحدود اللي بنحطها وبنتفق عليها قبل الجواز يعني دي مهمة قوي. يجي يقول لي هو انتي بتعرفي تطبخي؟ مش ما بعرفش اطبخ. ما هو ده مش حلو برضو، بس ما بعرفش. ففي حد يقول لك خلاص مش مشكلة نتعلم بقى سوا، واليوتيوب بقى بيجيب مثلا وبقيت كل حاجة موجودة. في حد تاني لا اصلا انا مامتي بتعمل احسن اكل في الدنيا، ويجي البيت مثلا لو انت عازماه يقول لك بعد ما ياكل بقى لا مامتي بتعمله بطريقه تانية. بس هو نبي يا طنط ظبطي يعني حضرتك مش داخل مطعم، انت عايز اسره. فهي فكره الاختيار، لو احنا اخترنا صح هنرتاح كتير جدا في تعاملاتنا، وخصوصا انه التعليم والدرجه العلميه مش مرتبطه بالثقافه. قلتي حضرتك من خلال كلامك يعني واحنا بنتكلم دلوقتي قلنا الاختيار صح. كلمنا كمان لفتت نظري جملة من شوية، الناس تتعلم قبل ما تتجوز. فكرة التعليم قبل الجواز او الواحد يركز في الفترة دي كولد وكبنت. يعني انا كبنت ما بقاش شاغلني بس التجهيز لبيت الزوجية ومنزلي بعد كده، وده مهم طبعا، بس لازم يبقى في حاجات تانية اهم، وهي فكرة ان انا اعد نفسي كزوجة وكأم، والولد كذلك، الرجل ايضا كذلك. شفنا طبعا ولاحظنا خلال الفترة الأخيرة في كتير من المبادرات اللي عملتها الدولة المصرية، من ضمنها مبادرة مودة، في بعض الحاجات الخاصة بالأسرة والاهتمام بالشاب والفتاة في مرحلة التأهيل ما قبل الزواج. بترصدي حضرتك المبادرات دي ازاي؟ حقيقي كان في موجود مبادرة مودة دي تبع وزارة التضامن، كان في تبع المجلس القومي لما كنت موجودة خلال الفترة اللي كنت موجودة فيها، ومن قبلي ومن بعدي كمان، اللي هو تأهيل المقبلين على الزواج. وكانت دي بالنسبة لي أنا تجربة جميلة قوي، لأنه احنا لما جينا نحط المادة التدريبية بتاعة تأهيل المقبلين على الزواج، يعني احنا لما نتجوز فاحنا قلنا ساعتها فكرنا هي العلاقة دي عشان تستمر فيها ايه؟ فيها جزء جسدي، فلازم نبقى فاهمين جسد بعض، والراجل يبقى فاهم جسد المرأة. يعني ايه جسد المرأة؟ ايه التغيرات الهرمونية اللي جوه المرأة، ايه الاماكن اللي بتحس منها، والراجل كذلك ايه الحاجات المنفرة بالنسبة له. فكنت بسمع معلومات من دكتور نهى يعني حاجات كده في الجزء الطبي ده، كنت بقعد لا احنا ما يعني ما قربنا نمشي من الدنيا وما تعلمهاش علمنا الكلام ده. نيجي في الجزء الشرعي، الازهر وحط مجموعه من المعلومات المهمه، واللي بيحصل بين الزوج والزوجه خلاف هي القوامه. يعني ماذا تعني القوامه؟ هي القوامه مسؤوليه عند الراجل ولا القوامه تحكم؟ لا، هو في راي الشرع القوامه مسؤوليه. الدرجة اللي ربنا رفعهم بيها يعني عننا هي درجة المسؤولية، انه هيسأل علينا. فهيسأل عليا ده من اول بقى كل حاجة، الانفاق المادي، الرعاية، المحبة، الإشباع في كل حاجة. ونيجي نبص على الصالحين كده وعلاقاتهم بزوجاتهم قد إيه كانت جميلة، وقد إيه كان فيها تراحم.
هنلاقي ان الراجل في البيت مختلف تماما. وفكرة الادوار اللي معمولة في علم النفس، النظريات، نظرية الدور، ان انا ما ينفعش اكون شخصية بدور واحد. يعني انا لو بتعامل في البيت زي ما بتعامل بره، ده مش هكون شخص ناجح اصلا. فاللي هو ده انا في مثلا بشتغل في المكان الفلاني، ده انا اسمي لوحده براند. لا، هو بره اسمك براند، انت هنا اب. اب ده يعني عايز تلعب مع الولاد، وعايز تتكلم معاهم، وعايز تديهم من وقتك، وعايز تملاهم ذكريات حلوة. ايوه واستغرب ان الناس مش بتعمل حسابها على موضوع الذكريات ده. فتلاقي الطفل جايلك بقى شاب خلاص، هو ذكرياته بتاعت الطفولة والمراهقة بشعة، دمرته. انا ما شفتش حد، انا اسفة يعني، ما شفتش حد بيتعاطى مثلا او مر بتجربة تعاطي الا وكان مر بطفولة بائسة. ما شفتش شخص بيعتدي على غيره جنسيا برضو. غير، انا مش ببرر للناس، اكيد. بس ورا كل شخص احنا شايفينه سيء، انا بشوفه في وراه ناس بجد اتوجعت، وناس بجد اتأذت أذية رهيبة جدا. واول ناس اذوهم هم عيلتهم، اول ناس اذوهم هم باباهم ومامتهم. يعني فكرة انه انا طول الوقت مش حاسس بالامان في البيت، مش حاسس بالمحبة، بيتم الاعتداء عليا جسديا، بتضرب وانا مش فاهم اصلا انا بتضرب ليه. طب ما تفهمني يعني ابني. وبعدين نيجي نتكلم عن عقوق الوالدين، ونلاقي الناس بتشتكي من عقوق الوالدين. طب احنا عملنا اللي علينا الاول. زي ما في عقوق والدين، في عقوق ابناء. عقوق ابناء، والناس ما بتتكلمش في الموضوع ده وما بتنتبهش ليه على الاطلاق. يعني طبعا عقوق الوالدين حاجه مرفوضه بالشرع والدين بالانسانيات وبكل الطرق، بس ما في عقوق ابناء كمان. حضرتك او حضرتك لما تيجوا تركزوا وانتوا صغيرين كده، وولادكم صغيرين وكنتوا انتوا شباب، طريقه زي ما حضرتك بتقولي، دي حاجات في المجتمع يمكن ما بنتكلمش عليها قد ما بنتكلم على عقوق الوالدين. بس معلش، هو يعني لو كل واحد يرجع كده في الخلفيه ورا، هيلاقي ان هو اكيد عمل يعني في حاجات توصل للوضع ده. انت طالما زرعت كويس هتحصد كويس، ربنا ما بيضيعش تعب حد في اي حاجه. ده حقيقة. ما زرعتش كويس، اوعى تنتظر انه لما تكبر هتاخد حنان او هتاخد رعايه. انت ما قدمتوش يا فندم حضرتك، ما علمتهوليش. بالظبط. مش ما اديتهونيش، انت ما علمتهوليش. بالظبط. انت الناس ما بتنتبهش لده. لا، اصل هو شايف ايه؟ هو شايف اللحظه الحاليه ديت، هو بيرجع يراجع. هو طول ما هو بيضرب على فكره، هو بيضرب بايه يعني؟ بيضرب، انا بسمع بقى ضرب بالسلك، ضرب بخرطوم، ضرب بخرزانه، ضرب. يعني هو دي وسائل تعذيب. يعني هل ده دوري ان انا اربي؟ سخن المعلقه على النار. وفي بعض ده بلاقي حاجات امهات بتعمل كده، انا بنشوفها في المجتمع كده، او بنقرا عنها يعني احيانا. لا بشوف يقول لي اصل انا مامتي حرقتني بالمعلقه هنا، واثرها هو راجل يقول لي والله هي سخنت المعلقه وفضلت تجري ورايا، وفاكر طبعا المشاهد كويس قوي، فضلت تجري ورايا وراحت حرقتني. انا بتصدم. فكره ايلام الاخر دي، ايه الممتع فيها؟ حقيقي. ايه الممتع يعني؟ انا ما يعني، وايه اللي يوصلني انا كأم ان انا اعمل كده، او كأب ان هو يعمل كده؟ يعني ما ده برضو مش طبيعي. يعني ده يرجعنا تاني لفكرة زي ما حضرتك قلتي، ده مرض عندنا. يعني عند بعض الناس. العدوان اللي جوايا مفرغه في الاقل. هو ملوش مبرر. محدش يجي يقول لي ان طفل عنده كام سنه مامته تسخن معلقه وتحرقه، وانا كده هبقى اقول لها مهما عملت. ده معناها انك ما كنتيش قادره تتواصلي معاه. بالظبط. او هو عنده اضطراب سلوكي او مشكله محتاجه علاج ومحتاجه دكاتره ومحتاجه تدخل طبي، وانت برضو مش عايزه تعمليه. برضو انت المقصر. يعني الام أيوة. اللي عندها طفل عنده مشاكل سلوكيه ومش منتبهه ومش بتقرا ومش بتدور على انها تحل له مشكلته وتعمل له نوع من انواع التوافق، دي هي العجز والقصور بداخلها. قلتي كلمه جميله قبل ما نبدا، قلتي ان الانجاب مش هو الحاجه الواو اللي احنا بنعملها لانها هبه ربنا بيديها الناس وبيمنعها عن ناس تانيين. ده رزق. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، بس هم عشان يبقوا زينه دول محتاجين مجهود كبير قوي. أكيد. بنيجي نبص لعيال بعض ونقول والله ابن فلان ده كذا وكذا وكذا. لا، هو في مجهود اتبذل. أيوة. على الصوره النهائيه اللي انتوا شايفينها دي، في معاناه اتعملت علشان نوصل لده. وبعدين بنلاقي ولادنا بقى بيكرروا لنا الكلام اللي احنا بنقوله. يعني مثلا
انا بنوتي كانت بتجيب لي لبس العيد. مم. فانا استغربت، فبقول لها لا انا مش لبس عيد، انا مش لبس عيد ايه اللي انا هجيبه. فاصرت ان انا اخد حاجه واحنا بنشتري حاجات، ولا وانا اللي هجيبها لك وكده. فرحت بعد ما نزلنا قالت لي كنت بتقولي لنا خدوا احسن حاجه، كنت مم. بتقولي لنا خدوا اللي انتوا عايزينه وما يهمكوش. ده دلوقتي احنا اللي لازم نقول كده. طبعا. فكانت اجمل حاجه بصراحه في الدنيا. طفل تاني بقى بيسأل مامته، مم. بيقول لها هو ضرب الولاد حلال ولا حرام؟ بصي طفل اه. صغير في ابتدائي لسه. مم. فدي صاحبتي تحكي لي على ابنها، فراح قالت له حرام. قال لها انت بتضربينا ليه؟ سؤال منطقي جدا. انت كده. يعني واكيد هي ما عرفتش تجاوب، يعني ما هو فيش اجابه منطقيه للسؤال ده، هو اللي عنده منطق مش هي. هو مشي معاه خطوه خطوه. اه. هو احنا في رمضان، هو ضرب الولاد حرام؟ اعترفي. فهي جاوبت بمنتهى البراءة، قال لها ما انت بتضربينا احنا ليه؟ يعني ما انت لما انت عارفه أيوة. انه حرام. فالولاد كمان متطورين وعندهم جيل، فاللي بيحتضن اطفال وهم صغيرين، اللي بيحط لهم ذكريات حلوه وهم صغيرين، هياخد ده لما يكبروا. ربي بس بالظبط. انت كويس، راعي ربنا كويس. اللي بيشغلهم بيشقيهم وبيضربهم ده انت مش بس بتعمل مشكلة عندهم هم، ده انت بتبلي بني ادمين. يعني انا بعتبر كده مم. انك رميت كل الهم والقرف اللي انت عملته على انسانة تانية في اسرة تانية. لما هتيجي بالظبط. تتزوج من هذا الشخص، هو قناعاته ده انا ابويا مثلا ما جابليش جزمة، مم. والله يقول لي كده. اقول له طب فانا بقى جبت لولادي مثلا صرفت كذا، وكأنه يعني من كتر يا عيني ما هو شايف انه حتى الابهات ما بيعملوش كده. انا اب يعني انا وحيد القرن. ايوه. انا شخص مختلف تماما. فانا المفروض ان انا يعني حد مميز قوي. آم، ده يرجعنا لنقطة فكرة المبادرة زي مبادرة مودة أو الاهتمام بالأسرة من البداية. حقيقي احنا يعني كنا محتاجين مبادرات زي كده. فكرة ان انا اعد الناس اعداد صح قبل ما ندخل على المهمة دي، لان هي اكيد مهمة مش سهلة، عشان يعني يكون في جيل بعد كده طالع فيه صحة نفسية سليمة، معافى نفسيا، يقدر يكون نافع لنفسه والمجتمع. دي حاجة مش سهلة وبتبدأ من الأسرة. كمان فكرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ده بشكل عام من المشاريع اللي أكيد مشاريع اجتماعية هامة. مهم. أهم أهداف المشروع ده من وجهة نظر حضرتك إيه؟ المشروع ده بيشتغل على عدد من المحاور، مم. جزء منها تمكين اقتصادي، ودي حاجة مهمة قوي. يعني اللي مم. مش قادر يا جماعة يصرف على بيته، يعني يصرف على الحاجات الأساسية وإنه يتشارك فيها، ما يتزوجش أصلا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حط شرط الباءة للزواج. فاللي قادر ينفق، اللي قادر على الانفاق يتزوج. بس هو بقى في المشروع هنا هو اهتم كمان بان المرأة يبقى عندها ريادة مشروعات، او يكون عندها مشروعات صغيرة بتمويلات كتيرة في الفترة من 18 ل 45 سنة، بحيث انها تبقى قادرة تساعد الرجل. يعني احنا كمان بقى بنقول المساندة او التكامل او يعني التكافل داخل الأسرة. احنا قادرين نشد بعض، قادرين نكمل مع بعض، لان الحياة محتاجة حاجات كتير قوي. فده كان جزء، كان محور. كان في محور كمان، محور ثقافي. محور ثقافي بيهتم مم. بالثقافة الجنسية، وكمان الإنجاب والعلاقات الأسرية. المفروض هنا ان انا عارفة انا امتى انجب امتى ما انجبش، بعد قد ايه فترات التباعد ما بين الولادات، الرضاعة في قد ايه. كان ده جزء برضو من تثقيفي. المشروع. ده جزء من المشروع كان بيتم في قرى حياة كريمة بشكل مم. مكثف. الحقيقة المشروع دكتور عفاف كبير جدا، والنقاط كبيرة، والحديث الحقيقة يعني أكيد المشاهدين كمان شعارين بكده، مش أنا بس، لا يمل منه مع حضرتك. فوعدينا إن شاء الله أن يكون في الفترة اللي جاية حلقات تانية، ونتكلم عن المشروع بالتفاصيل، وعن نقاط كتيرة هامة تخص الأسرة المصرية. في نهاية لقائي مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا ضيفتي العزيزة دكتور عفاف الكومي، دكتوراه في الإرشاد النفسي من كلية العلوم التربوية جامعة القاهرة. نورتينا النهاردة. شكرا يا دكتور، ميرسي على الاستضافة وعلى الحوار الراقي. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا بيكم مش بس لنهاية لقائنا، ولكن أيضا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات اللي احنا قدمناها لكم. احنا كنا سعداء جدا بوجودنا معاكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت قبل الميعاد ده بساعة، لكن ما تنسوش كل يوم في مجموعة عمل جديدة مختلفة من مجموعات عمل يوم جديد. تابعونا كل يوم. إلى اللقاء.